وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيف، حنا سمعنا ان عندك مشكل هنا مع الارض وبخصوص هذه القنطره هذه، بغينا نعرفوا التفاصيل ديال القضيه من الاول حتى الاخر. التفاصيل ديال هذه الارض هذه جاو لعندنا النهار الاول قالوا لنا اودي هذه القنطره بغينا نصايبوها. شكون اللي جا عندكم؟ جا عندنا الرئيس ديال رئيس الجماعه. رئيس الجماعه هو اللي جا عندنا قال لك اودي راه بغينا نصايبوها. قلنا له اودي الا بغيتي تصايبها حنا ما غنتعرضوش ليها، وانما خصك دير معنا حل على حساب التعويض ديال الارض. قال لك اودي التعويض ما تضربوا لي حساب، عطانا مده ديال 3 شهور ولا 4 شهور. قال لك اودي الفلوس ديالكم غتخرج. هذا الرئيس ديال الجماعه، هذا الرئيس ديال الجماعه لكم انه من هنا 3 شهور غادي تخرج لكم. قال لي 3 شهور حتى 4 شهور التعويضات ديالكم. قال لك صافي غادي تكون. عطيناه الارض بدا خدام. دابا راه طلعت تقريبا 7 سنين ما كاين حتى شي حاجه. حتى من التليفون كنت نعيط ليه والله ما بقى كيجاوبني ولا كيدفع لنا التليفون، لا انا ولا الدري خويا. انتم دابا عائله؟ راه حنا خوت ورثه ديال. كان عندك شي مشروع هنا ولا شنو كان؟ راه كنت غادي نزرعها لابوكا. كنت غنزرعها لابوكا ملي ناض هو قال لك راه غادي ناخذوها قنطره بان راه طالبها باش غندوزوها غنعطيكم التعويض ديال الارض. اسمح لي انا نبغي ندقق معك المعلومات باش حتى الراي العام والمشاهدين ديال جريده التغريده يكونوا على بينه وعلى علم بجميع التفاصيل. دابا هذا المشروع ديال القنطره شكون مولاه؟ واش الجامعه ولا شي جهه اخرى؟ لا الجماعه. هذا مشروع ديال الجامعه. هذا مشروع ديال الجماعه اللي مكلفه بهذا الشيء. وشكون اللي تواصل معك من النهار الاول؟ اللي تواصلت؟ الجماعه اللي تواصلت معنا. تواصلت معك؟ انا هو اللي جا لعندي وهو اللي هضر معايا وهو اللي راه هضر معايا ومع خوتي. هو اللي انا ما جاش عندي شي واحد. وتبعوا مسطره نزل الملكيه معاكم؟ هو اللي دار معنا هذا الشيء كامل من طرف الجماعه. الجامعه هو اللي دار معنا على هذا الشيء هذا. من بعد التعويضات؟ من بعد ما كاين حتى شي حاجه والو. الارض انت شتيها هي خسروها هبشوها وحتى شي حاجه ما داروها لنا في شي حاجه والو. الارض هي خربقوها ما خلاونا نستافدوا منها. بحال شنو قال لكم بالضبط؟ عاود لي بالضبط شنو قال لكم النهار اللي جا عندنا؟ هو النهار اللي جا عندنا قال لنا هذه الارض هذه غنطلعوا فيها الطريق. قلت له الا بغيتي تصايب الطريق حنا ما غنحبسوكش على الطريق، مصلحه عامه ما نحبسوكش عليها، وانما غتعطينا التعويض ديال الارض ديالنا. قال لك اودي التعويض ديال الارض ديالكم ما تضربوا لي حساب على حسابي. صافي خليتوا الاشغال طالعه. ايوا صافي ملي قال لك راه سميتهم قلنا لي صافي ماشي مشكل. قال لك اودي راه الفلوس ديالكم غنعطيكم مده 3 شهور حتى 4 شهور ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير لكم الشهر. اين عام كان هذا الشيء؟ راه ذاك العام بالضبط ما عرفتش. المهم راه تقريبا دابا شي 7 سنين راه صافي الارض غادي يدوزها. وانت كتشوف ما دوزنا حتى شي حاجه غير خسرها ما عطانا تعويض ما عطانا حتى شي حاجه وخلى الارض دابا انت كتشوف فيها بحال الحاله هذه وهذه الارض اللي طرا لها هكا. شنو الاثار النفسي عليك وعلى العائله ديالك من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الماديه؟ ايوا راه مأثر علينا حنايا ما مأثرش علينا. لا الارض ما تستافدهاش ما غاداش تضرك ما مستافد منها لا انا لا خوتي. كون خلاني انا زرعتها راه غنستافد منها. انت كنتي ناوي تزرعها؟ معلوم غنزرعها. واش غتبقى ارض ديالي بوحدي انا من دون القبيله ما تزرعش؟ انا غنزرع الارض ديالي بحال عباد الله. دابا المشروع ما كملش؟ ما كملت حتى حاجه. انت كتشوف كلشي دابا وانت ما تعوضتيش؟ حتى شي حاجه ما كاين. والبروجي ديالك ما كملتيش؟ ما كاين حتى شي حاجه. انت كتشوف حفرها وخلاها وسمح فيها وزاد. يعني هذه اموال حتى التواصل ملي كنعيطوا عليه ما بقاش كيبغي يجاوبنا كاع. مشيتي عنده للجماعه؟ مشيت عنده حتى للدار. انا اش من الجامعه مشيت عنده حتى للدار. شنو قال لك؟ حتى للدار وقال لك واصبر ما صبر صبر ما صبر. ديك الصبر هي فين وصلت. صبر 7 سنين دابا. قلتي لنا اتصلتي به بالتليفون؟ التليفون قبل ما نمشيو لعندو التليفون في الاول كان كيجاوبنا. كان كيجاوب الدري خويا كان خايد عنده النمر ديال التليفون فين ما كيتواصل معاه كيجاوبوا. في الاخر ملي شافها تعطلات ما كاين حتى شي حاجه صافي طفى عليه التليفون ما بقاش كيجاوبنا كاع. شنو هي المطالب ديالك وديال العائله ديالك؟ المطالب ديالي وديال العائله ديالي هو التعويض ديال الارض ديالي. مهما خسرها خصو يعطيني التعويض ديالي. ما غيمكنش يخسرها بحال هكا ويخليها. اش من استفاده انا غنستافد فيها الا خلاها هو بحال هكا؟ يلا غادي يمشي هو غيجي شي سميتهم هو الاخر غادي يعوض لك هادشي. هو اللي تدخل فيها هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها. انا كنطالبو هو اللي محمل المسؤوليه ديالها. شكرا على وجهك. سي بوغاب واش انت عندك نفس المشكل اللي عند ولد عمك؟ اولا مشكورين كاعلام وهذا ولد عمي وانا فرد من ولاد العوني. انا اللي بقى فيا واللي ضرني هي ابناء العم ديالي من 2018 على ما اظن جاوا تفاهموا معهم باش غادي يدوزوا يديروا هذا المشروع اللي هو مشروع في الصالح العام، وكانوا مشكورين عليه. كانوا غيكونوا مشكورين عليه كون كملوه وكون قاموا بالواجب وخدموا هذه الامور وكملوا هذا البروجي هذا. فاذا به خلاو الناس الارض ديال ولد عمامي خداوها قالوا لي بغا نخلصوكم كما سمعتوا كما جاء على لسان سي رشيد بانه راه غادي صافي غيخلصوكم وغيدير لكم وكذا وكذا.
ما كاين حتى مشكل. يعني هذا مسلك رئيسي غادي يكون وفي الصالح ديال الجماعه كامله. فاحنا دابا حاليا حنا عندنا الشجره ديالنا، عندنا الفورم ديالنا كنضربوا تقريبا كيلومتر ونص القنطره اخرى الكبيره. بعينينا ان الناس يغامروا مع القنطره وشي نهار توقع شي كارثه تماما. وهذا الشيء وكنشكروا من هذا المنبر، كنشكر الشركه ديال السكك الحديديه، لانه راه السيد هنا هو اللي كيعلم ملي كتكون سميتو التران جاي مثلا ولا كذا، راه كيجي كيعلم وكيوقف يعني قايم بالواجب. مشكورين من هذا المنبر هذا. انا بغيت نعرف الناس، انتم كتشوفوا، انت دور هنا وشوف هذا راه جارو 2018 عاد زرع تبارك الله، راه شوف الشجر ديالو ولا كيعطي الثمار ديالها ولا كيعطي الثمار. وهاد الناس هادو جات الارض خسرت. بلاتي هذا السيد هذا زرع في نفس الوقيته اللي كان من طبيعه الحال. البروجي ديالو. وانا زرعت يلاه نديكم الجرده ديالي وتشوفوها، راه كتعطي تبارك الله. دابا راه كنجني 3 سنين كتعطيك لافوكا، وهما ما عندهمش يعني 2018 راه حنا تنقولوا يعني لافوكا، لانه حنا معروفين بهذه المنطقه بالغرس ديال لافوكا. حنا قلت لك في 2018 زرعت، في 2019 راه كتعطي الثمار ديالها الحمد لله كنستافد منها. علاش هاد الناس هادو حشومه؟ لانه راه انا تنهضر معاه، كنهضر معايا الرئيس وقال لي هضر مع ولاد عمام، كنهضرت معاهم هو كيسمع. قلت لهم ودي هذيك راه مصلحه عامه، دابا جات تما يعني غادي حتى العم ديالي الله يرحمه ويوليه برحمه الله غادي توصلوا شي بركه ديال الدعوات ديال الخير. قال لك ما كاين حتى مشكل، ولكن ملي عطينا يدينا مدينا يدينا لهاد الناس ودرنا يدينا في يديهم، راه هادشي ما كان والو. انا كنهضر على راسي كمتضرر بعدا من الطريق، ماشي غير انا. هو الناس هما حدايا، الناس راه ما فراسهمش بانه الاعلام جاي، راه كانوا كل مده الفورم كاملين غيتجمعوا. الاسباب اللي خلات هاد الاشغال تتوقف، هاد الاسباب اللي خلات الاشغال، الجواب عند الرئيس، الجواب عند السيد الرئيس ديال الجماعه، ماشي عندنا حنا، لانه هو المسؤول الرئيسي، هو الاول والاخير، وبوجهه هو باش دار هذا البروجي هذا. راه لو ما كانش، راه ما كانش غيحطوا يديهم هنا. راه عاش الملك، الله الوطن الملك. حنا ابناء الشعب المغربي، راه كل حقين حقه. عاش سيدنا الله ينصرو ويطول العمر ويشافيه. كاين الناس مستافدين في الارض ديالهم. انا بغيت نعرف شنو السبب اللي خلى 7 سنين وهاد الناس هادو كما تيقولوا لا حل، كما تيقول داك المثل الشعبي، لا حل من لاحه حشومه. السلام عليكم سيدي، الله يجازيكم بخير. احنا كنعانيو من هاد الرايه، من المسلك بنادم ومن الضوء، كل شيء راه مهمشين. حنا مهمشين حتى لحد. حنا في ولاد سبيطار، حنا في ولاد سبيطار ما عاطيناش القيمه، حنا كاع ما حاسبيناش كاينين. ها انت تشوف دابا 7 سنين باش تفتح جال الرايه وحبس. راه انت شتي الخراج اللي كيخرجوا معاه الناس، التقبه دايرنا في الحيط تيخرجوا معاها، وغتخرج مرة كبيره تدخل السكه تركب عليها الماشينه، غتقدر تهرب. هذيك القباله كانت شي مرة غليظه ولا راجل غليظ ما يخرج. لا حنا المهم قلنا غيخرج، هي دخلت للسكه وركبت عليها الماشينه، واش غتزطط راسها تهرب؟ راه مشات بحالها، الله يعاونها. هادشي راه كيدير في الخاطر وتألمنا منه، ما كانش اللي غادي يجاوبنا بشي حاجه اللي هي فيها الخير. وكنطلبوا من الله، من هاد الناس المسؤولين اللي عنده شي مسؤوليه يؤدي الواجب ديالها. راه امانه فوق دارو، راه امانه سيدي فوق دارو، خصو يؤدي الواجب ديالو. عندك ما عندكش. شكرا، الله يبارك فيك. انت من الساكنه ديال هذه المنطقه؟ اييه سيدي. شنو سميت هذه المنطقه؟ دوار السبيطار. دوار ولا السبيطار؟ العوانه. شنو هو؟ العوانه هذه. العوانه. شنو المشكل ديال هذه القنطره هذه وعلاش جات حتى لهنا وحبسات؟ وانا ما فهمتش انا ما فهمتش. جابوها ضربوا النص ونص ما ضربوش. ما عندنا من تنقطعوا حنا. المعاناه ديالكم ما عندنا من تنقطعوا. كانت هي المنفذ الوحيد. هذا هو المنفذ الوحيد. هذا هو المنفذ، ما عندنا تمشيو ضربوا واحد المسافه، واحد الكيلومتر حتى نقطعوا. عليكم السلام خويا لاباس. باش انك دايز من هذه الطريق هذه وغادي تخلي شحال غتضرب ديال الطريق باش توصل للقنطره؟ ايوا راه تمشيو حتى القنطره الاخرى اللي من اللي. وشنو السبب اللي خلاكم ديروها؟ ايوا السبب اخويا هاد القنطره ما خصها تحل، ما تنعانيو من الطريق زعما. دابا على رجينا دابا تنقطعوها من هاد الغار هذا. هاد الغار هو تنقطعوا منه، من هاد الغدر. راه بينوها برجلينا، ولا كان طوموبيل تمشي ثاني حتى القنطره اخرى خاطر مازوط وبيست
ودابا كانت هذه راه امور مزيان كون كانت هذه محلوله محلوله غتسهل علينا الوقت. لا غياب الزربه ونهبطوا بحالاتنا ما كاين حتى شحال من مشكل. مره تدوز انت تقريبا؟ يوميا يوميا نجيب الصباح نرجع في 12 رجع ثاني في العشيه انت ما تشتي العشيه 4 المرات في النهار 4 مرات تقريبا. شحال من كيلومتر زايده؟ ايوا راه بزاف راه اول واحد 10 كيلومتر بعدا هذه عا زايده يوميا. القنطره هذه ايوا كنقدر ما غنديرش حتى كيلومتر. ها الدار راه فينا هي صافي طفطه من نخرج نجي بحالاتي. ايوا تنتمناو من الله الناس المسؤولين يديروا شي حل نهار هاد القنطره وصافي هذا هو. شكرا بارك الله فيك خويا.